تابعوا الأحوال الجوية على قناة أهراس تيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نشرية جوية جديدة. إذا تحديثات جديدة على حساب النماذج الرقمية العالمية. سنشهد قدم منخفض جوي نشيط الفعالية مدعم بكتلة هوائية باردة قادم من شمال غرب أوروبا المنشأ أطلسي على المناطق الغربية الساحلية ومنها بعض المناطق الداخلية، محمل بالأمطار الرعدية الغزيرة، وفي بعض الأحيان تكون متوسطة إلى ضعيفة نسبيا مع رياح قوية وعاصفية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة، ثم تلتحق تدريجيا وبالأخص تكون نشيطة وقوية على المناطق الوسطى والشرقية الساحلية والداخلية، محمل بالأمطار الرعدية الغزيرة وتساقط البرد ورياح قوية عاصفية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية من أواخر ليلة الجمعة 30 جانفي ويستمر إلى غاية فجر الأحد 1 فيفري 2026. من الدرجة الأولى الولايات المعنية هي عنابة، الطارف، سكيكدا، جيجل، بجاية، برج باريريج، المسيلة، سطيف، ميلا، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، سوق هراس، خنشلة، باتنا، وتبسة. كمية الأمطار ما بين 8 إلى 60 ملم محليا بداية من أواخر ليلة الجمعة 30 جانفي ويستمر إلى غاية فجر الأحد 1 من فيفري 2026 مع فترات صفاء. الولايات المعنية من الدرجة الأولى أيضا هي تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازا، البليدة، المدية، البويرة، الجلفة، عين وسارة، خميس مليانة، عين الدفلة. كمية الأمطار ما بين 58 ملم محليا بداية من فجر السبت 31 جانفي ويستمر إلى غاية أواخر ليلة السبت 31 جانفي 2026 مع فترات صفاء. من الدرجة الثانية الولايات المعنية هي وهران، تلمسان، بلعباس، سعيدة، مستغانم، عين تيموشنت، أشلف، معسكر، غيليزان، تيارت، تيسمسيلت، شمال البيض، شمال النعامة. كمية الأمطار ما بين 38 ملم محليا بداية من أواخر ليلة الجمعة 30 جانفي ويستمر إلى غاية مساء السبت مع فترات صفاء. وكذلك تساقط الثلوج على المرتفعات العليا والوسطى الشرقية الداخلية التي يتراوح علوها ما بين 1000 و 1500 متر فما فوق. الولايات المعنية هي مرتفعات البليدة، مرتفعات البويرة، مرتفعات سطيف، مرتفعات ميلا، مرتفعات قسنطينة، مرتفعات تيزي وزو، مرتفعات جيجل، مرتفعات باتنا، مرتفعات خنشلة بداية من صبيحة السبت ويستمر إلى غاية ليلة السبت من نفس اليوم. رياح قوية على المناطق الشرقية والوسطى الساحلية، سرعة الرياح ما بين 70 و 90 كيلومتر في الساعة، وهبات الرياح قد تتراوح ما بين 100 و 110 كيلومتر في الساعة. في بعض الأحيان تكون مدة هبات الرياح قصيرة وفجائية في بعض المناطق الشرقية الساحلية بداية من صبيحة السبت 31 من جانفي وتستمر إلى غاية ليلة السبت 31 جانفي 2026. رياح قوية على المناطق الشرقية والوسطى الداخلية ما بين 70 و 80 كيلومتر في الساعة، وهبات الرياح قد تتراوح ما بين 90 و 100 كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان بداية صبيحة السبت وتستمر إلى غاية مساء السبت 31 جانفي 2026. رياح قوية على المناطق الغربية الساحلية ما بين 70 و 80 كيلومتر في الساعة، وهبات الرياح قد تتعدى 90 كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان بداية من أواخر ليلة الجمعة 30 من جانفي وتستمر إلى غاية مساء السبت 31 من جانفي 2026. البحر مضطرب إلى هائج على كل شريط الساحل من الغرب إلى الشرق.
ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 4 أمتار، قد يتعدى 5 أمتار في بعض السواحل الشرقية يوم السبت 31 جانفي 2026. توعية ونصائح عامة بخصوص رياح عاصفية قوية. تشهد بعض المناطق بالأخص الشرقية والوسطى الساحلية والقريب منها رياحا عاصفية قوية قد تصل سرعتها إلى مستويات خطيرة، وتكون أحيانا مرفوقة بهبات رياح فجائية وقوية، ما يزيد من احتمال وقوع أضرار مادية وحوادث لا قدر الله. نصائح وإرشادات مهمة: تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة للأطفال وكبار السن. الابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية واللافتات الإشهارية. تثبيت كل الأشياء القابلة للتطاير فوق الأسطح والشرفات. توخي الحذر الشديد أثناء السياقة خاصة على الطرقات المكشوفة والسريعة. تجنب الإبحار والصيد البحري في هذه الظروف الجوية. توضيح مهم حول سرعة الرياح وهبات الرياح. سرعة الرياح الثابتة هي السرعة المتواصلة التي تهب بها الرياح خلال مدة معينة، وقد تكون مثلا ما بين 70 و 80 كيلومتر في الساعة، وتعكس الشدة العامة للرياح. هبات الرياح الفجائية هي اندفاعات قوية ومفاجئة ترتفع فيها سرعة الرياح بشكل كبير في مدة قصيرة لا تتجاوز 8 إلى 15 ثانية، وقد تصل إلى 100 أو 110 كيلومتر في الساعة، ثم تنخفض بعدها سرعة الرياح وبسرعة. الخطورة الحقيقية غالبا تكون في هبات الرياح الفجائية لأنها غير متوقعة، تحدث في وقت قصير، قد تتسبب في اقتلاع أشجار وسقوط لافتات، تشكل خطرا كبيرا على مستعمل الطريق. حتى لو كانت سرعة الرياح الثابتة متوسطة، فإن الهبات الفجائية القصيرة قادرة على إحداث أضرار كبيرة، لذلك وجب الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات. السلام أولا. نرجو من الجميع متابعة النشرات الجوية الرسمية وأخذ التحذيرات بجدية. حافظ الله جميع من كل مكروه. كل هذا والله أعلم وأعلى. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء إخوتي الكرام.